الشعب المغربي المطحون ومن يحاكم الآن ليس ناصر الزفزافي. هل يعقل في المغرب 2018 مغرب لديه ثروة فلاحية وسمكية ومعدنية وفوسفات وذهب يطالب بمستشفى خارجا يطالب بحقوق؟ الخونة الحقيقيين هم من هربوا الثروة إلى بنما وسويسرا والخارج. مكونات العمل السياسي في المغرب ضعيفة، أحزاب فاشلة، مجتمع مدني مشتت، التعليم ضعيف يفرق أجيالا جاهلة لكي لا تطالب بحقوقها. الصحة، وعندنا وزارة قلة الصحة والماء. الشعب المغربي المطحون هو من يحاكم الآن، ليس ناصر الزفزافي، ليس معتقلي الريف وليس معتقلي كنوجه رسالة المخزن. النظام القمعي، النظام الدكتاتوري كفاف من الفساد. هم من محاكمة أخنوش الذي نهب 1700 مليار. أين يخرج المسؤول المحاسبة؟ البرلمان والحكومة ما هما إلا مسرحية من تأليف وإخراج الدولة العميقة. وللأسف الجمهور هو الشعب المغربي. راه خرج 160 حكومة، ما كاينش تغيير في ظل هذا النظام قائم بالبلاد، ما كاينش تغيير.